واخيرا البنات غنشارك معكم الصباغه الطبيعيه للحواجب. الصباغه الطبيعيه اللي ما بقاش كتخطاني نهائيا وعن تجربه شخصيه مني، ما غاداش تبقى تخطاكم حتى نتوما ملي غتجربوها البنات نهائيا، لانكم غادا تفرحكم بزاف بزاف بالنتيجه ديالتها، لا من ناحيه اللون البني اللي غتعطيكم، لا من ناحيه الكثافه اللي غتعطيكم الحواجب كذلك، ومثال جربوها وما غتندموش نهائيا. المهم هنا غنبدا معكم بالمكونات وبالمراحل وبالطريقه، يعني غنمشي معكم دقه دقه باش تفهموا كل شيء البنات. في مقلاة غادي تاخذوا واحد الكميه ديال القرنفل اللي هو المسمار، يعني تقريبا ملعقه صغيره منه، وديروها في المقلاة بحال هكا، يعني حتى يتحمروا مزيان، ماشي يتحمروا البنات، بالعكس خاصهم يرجعوا بحال الفحم، يعني يتحرقوا اكثر من انكم تحمروهم، خاصهم يتحرقوا البنات باش نحصلوا على النتيجه اللي حنا باغين. المهم ومن بعد البنات غادا نقول لكم اشنو غادي ديروا الا كنتو غتستعملوا حتى الرموش ديالكم. المهم في نفس المقلاة غادي تزيدوا 3 ديال العظم ديال التمر، يعني 3 من عظم التمر البنات، غديروا منه 3 مسحوهم وديروهم، وكذلك ومثال 4 لوزات، يعني 4 اللوزات يكونوا مرين، ديروهم في المقلاة مع بعضياتهم وحرقوهم البنات. بغيتو ديروهم في الفران ديروهم في الفران، انا كنفضل انني ندير هاد العمليه في المقلاة بحال هكا، كنبقى نقلبهم كنشعل عليهم البوطه من نهار النار، يعني كتكون متوسطه، ما هي يعني مهيله بزاف، ما هي يعني كتيره بزاف، مهيله يعني كنديرها متوسطه. صافي كنخليهم حتى كيتحرقوا كيف ما شفتوا في الفيديو. ضروري البنات تحرقوهم كيف ما كنوريكم دابا، انا غادا معكم بالعمليه يعني موضحه لكم كل شيء، حتى حاجه يعني ما شاركت معكم كل شيء باش تجيكم العمليه وتطبقوها كيف ما هي. غادي نتخلطوا المكونات، غتهزوهم غطحنوهم، انا بغيت نشارك معكم العمليه ديال الطحن. المهم طحنوهم مزيان مزيان، طحنوهم البنات، نيلوهم، ورجعوا كذلك ومثال غربلوهم، غربلوه في صفاي اولا في غربال اللي عندكم متوفر غربلوه فيه. المهم انكم ضروري من العمليه ديال التغربيل ضروري تغربلوهم باش يعني تعطيكم تبقى لكم غير الغبره فقط، حاجتنا بالغبره ديال هاد ديال المسمار، يعني القرنفل ديال العظم ديال التمر ديال اللوز، من الغرض بانهم يرجعوا بحال هكا كيف ما كتشوفوا في الفيديو. المهم هاد المكونات اللي طحنا غتاخدوا منهم مقدار ملعقه صغيره، ملعقه صغيره كافيه البنات، كيف ما بغى يكون الحجم ديالكم راه هاد الكميه كافيه. غادي نضيفوا النصف ملعقه من القهوه، من البن، القهوه العربيه البنات، ماشي نسكافي، ماشي سريعه الذوبان، غادي نديروا القهوه العربيه يعني البن. غادي نضيفوا البنات زيت اللوز المر، اولا زيت اللوز الحلو اللي متوفر عندكم، اولا زيت الخروع، الا ما كانش ديروا زيت الزيتون، انا عطيتكم اختيارات. انا هنايا درت زيت اللوز الحلو، كنكون معكم دائما انا البنات صريحه في اي حاجه كنحط عليكم، وكنعطيكم كذلك ومثال اقتراحات اللي تقدروا ديروا. انا هنا استعملت زيت اللوز الحلو، انتم تقال كان عندكم الخروع ديالو ديروه، كان عندكم كذلك ومثال زيت السمسم حتى هو ديروه، كان زيت الزيتون ديروه، هادو كاملين ديروهم البنات، يعني اللي متوفر عندكم من هاد النوع ديال الزيوت ديروه، ماشي مشكل. هنا غنبدا معاكم في العمليه ديال التطبيق. غادي نحتاجوا البنات الفازلين، ضروري تكون عندكم، يعني ضروري من الفازلين، زائد هذا القطن ديال الودنين، زائد البنات يعني هذيك الفرشاه ديال الحواجب اللي كنقادو بها كنمشطوا بها الحواجب ديالنا. انا غنطبق معكم هنا على يدي باش غنوريكم يعني الطريقه، يعني كيفاش توضعوا الصباغه على الحواجب. اول حاجه غادي ناخذ داك القطن، ويعني ناخذ القطن نديروه في الفازلين، ونديروه فوق من الحجبان وتحت من الحجبان باش الصباغه ما تمشيش لينا للجلد ديالنا، يعني ما تلصقش لينا الصباغه في، يعني في الجلد ديال يا في جبهتنا يا تحت عينينا. صافي وكناخذ عاوتاني قطن واحد اخر اولا نفسه كتقلبوه، كديروا هكا العمليه كيف ما كتشوفوا، يعني كتبداو تطبقوا العمليه ديال الصباغه كيف ما كتشوفوا في الفيديو، كتبقاو تاخذوا وتمشيو مع العمليه ديال. ولكن قبلها البنات ما ديروا هذه العمليه ضروري تمشطوا شعركم بالفرشاه كيف ما وريتكم، يعني مشطوهم قبل عاد باش تبداو تطبقوا في الوضع الصباغه على الحواجب بهذه الطريقه اللي كتشوفوا في الفيديو. خلوها البنات ملي تطبقوها خلوها تقريبا 3 السوايع 4 السوايع قد ما قدرتوا، ما كنتوش خارجين ما عندكم يعني ما غادي تمشيو لتا شي بلاصه، خلوها على الحاجب ديالكم ماشي مشكل. وملي تبغوا تحيدوها البنات غتاخدوا قطن مسحوها، يعني غير مسحوها وخلوها. ويا ريت هاد العمليه ديروها وتبغوا تمشيو تنعسوا، يعني ما تغسلوش وجهكم، ما تغسلوش الحاجب ديالكم، يعني غير دوزوا عليه غير القطن فقط لا غير، ما تغسلوهش البنات. ودائما ملي تبغوا تغسلوا وجهكم حاولوا انكم تفاداو الحاجب ديالكم باش يبقى لكم اللون شاد
وتشوفوا النتيجة يا البنات اللي غادا تفرحكم. واحد اللون طبيعي غزال، منه يعني صحة للحجبان، يعني كيغذي الحجبان، كيكتف الحجبان، وفي نفس الوقت اللون ولا أروع. مجربة مني شخصيًا البنات، طبقوها بعينكم مغمضين وغتفرحكم النتيجة، خصوصًا إلا كررتوا العملية يعني عدة مرات في الأسبوع. نتمنى أنكم تستافدوا من الفيديو. مع السلامة، دوزو بخير.